السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال بريب 2، أهلا بيكم يا شباب في قناتكم جو ماث وذ مستر عاطفي. النهارده إن شاء الله ميعادنا مع يونت 2 ليسون 3 ريليشن أند فانكشن. الليسون سهل، الليسون لازم ما فيهوش أي مشكلة خالص. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى ونشوف معانا إيه. قبل ما نبدأ في الليسون يا شباب، تعالى بس ناخد فكرة الأول كده. لو أنا عندي إكس دي سيت كونتيننج إيليمنت مثلا عبارة عن 1 و2 و3، والواي ست تانية عبارة عن كام؟ عبارة عن 4 و5 وكمان 6. وقلت لك ان الريليشن بتوين الاكس فروم اكس تو واي، يعني في ريليشن فروم اكس تو واي. ايه هي الريليشن دي يا مستر؟ بلس ماينس باي ديفايد. الريليشن دي عبارة عن ايه يا شباب؟ ان الاكس بلس واي ايكوالز 7. ايه اكس بلس واي ايكوال 7؟ طب ما دي معناها ايه برضو؟ معناها ان انا بجيب نمبر من الاكس مع نمبر تاني من الواي واعمل لهم بلس، لازم يطلع بيكونوا 7. او بمعنى اخر ايه؟ بوصل الاليمنت بتاعت الاكس مع الاليمنت بتاع الواي، بس بشرط بنفس الرول ده. طب يعني ايه يا مستر؟ لو انا عايز اعملها بالارو دياجرام كده يا شباب، كلنا عارفين الارو دياجرام من ليسون 2. عندك هنا اكس وعندك هنا واي. خلاص. طب الاكس عباره عن ايه؟ هنكتب ال1 وال2 وال3. وعندك هنا ايه؟ ال4 وال5 وال6. خد بالك احنا بنوصل على حسب الكونديشن او الرول بتاع الفانكشن بتاعتنا. اكس بلس واي ايكوال 7. طب هي ال1 بلس مين ايكوال 7؟ ال1 بلس 6. طب وال2 بلس مين؟ ال2 بلس ال5. طب وال3 بلس مين؟ ال3 بلس ال4. دي كده اسمها الريليشن. طب انا دلوقتي عملتها ايه؟ عملتها بالارو دياجرام. طب هو في طريقه تانية يا مستر غير الارو دياجرام؟ في حاجه اسمها الاوردر بير، زي ما احنا خدناها قبل كده. الاوردر بير، الاوردر بير دي عباره عن ايه يا شباب؟ بكتب التو اليمنت اللي هم حصل لهم كونكشن مع بعض، يعني ال1 مع ال6 وال2 مع ال5 وال3 مع ال4. خلاص كده. ده كده بالنسبه لايه؟ للريليشن. يبقى في ريليشن بتوين الاليمنت اوف اكس، معناها ايه؟ كونكشن بتوين اول element اوف اكس اور سم اوف element اوف اكس مع الاليمنت اوف واي. خلاص كده. طيب في حاجه تانية مهمه جدا لازم اقول لك عليها. الاليمنت هي الريليشن بتاعتنا فروم اكس تو واي. الاليمنت اوف اكس دي اسمها دومين. اسمها ايه يا شباب؟ الدومين اوف فانكشن. يعني ايه دومين؟ يعني النمبر اللي انا من حق استخدمها. طب ايه هي الواي؟ الواي بعد كده هناخدها في حاجه اسمها الفانكشن اسمها الكودومين. وفي حاجه مهمه جدا جدا اسمها الرينج. الرينج يا شباب اللي رايح له السهم. ايه اللي رايح له السهم؟ السهم رايح لل4 ورايح لل5 ورايح لل6، يبقى الرينج بتاعنا عباره عن 4 و5 اند 6. زي ما انت شايف الموضوع سهل. بيجي لي رول بوصله، يطلب مني ارو دياجرام، يطلب مني اوردر ديبير، يطلب مني كمان تيبل فورم، يطلب مني جرافيكال دياجرام. تعال نشوف مع بعض ونقول بسم الله. هنا يا شباب مع بعض اول حاجه بقى ايه الرولز بتاعتنا او دي الديفينيشن او الريمارك. الار اللي هي الريليشن عباره عن سبست اوف اكس برودكت واي. احنا خدنا طبعا في ليسون 2 لما نجيب الاكس برودكت واي الريليشن بتبقى بارت منها، جزء منها. طب الدومين، الدومين اللي هو عباره عن الاكس اللي موجود في الاول. كل اللي في الفيرست بروجكت دوت هو الدومين بتاعنا. طب والرينج اللي هو السكند بروجكشن اللي هي الواي. تمام. طب تعالى نشوف اكسرسايز كده مع بعض ونفهم يعني ايه الفانكشن والريليشن. اول اكسرسايز يا شباب بيقول لك ايه؟ بيقول لك اف اكس عباره عن سيت كونتيننج 0 1 2 3، الواي عباره عن 1 2 4 8 16، and الار از ريليشن فروم اكس تو واي. يبقى مين هو الدومين؟ الار، الاكس. خلاص كده. وير ان الاكس ار واي. ايه حكايه الاكس ار واي دي يا مستر؟ يعني الاكس ريليتد وذ واي، او الريليشن بتوين الاكس والواي مينز الواي ايكوال 2 باور اكس. ده الرول اللي هطبقه. وير ان الاكس بلونج تو اكس والواي بلونج تو ايه؟ تو واي. طبعا رايت ذا ريليشن از سيت اوف اوردر بير، دي اول حاجه. تاني حاجه تيبل فورم. تالت حاجه عايز نعملها بالارو دياجرام. رابع حاجه عايز نعملها بالجرافيك. تالت حاجه عايز نجيب ستيت الدومين اند ايه؟ اند الرينج. طب تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. اول حاجه يا شباب انا عندي الرول اللي انا هطبق فيه اهو. لما تكون الاكس، اول اكس عندي بكام؟ اول اكس عندي بزيرو. طب عايز اجيب الواي بتاعتها. تبقى الواي عباره عن 2، شيل الاكس واكتب مكانها 0، 2 باور 0 ايكوال 1. خلاص. يبقى انا لو انا عايز اكتبها از اوردر بير هتبقى 0 اند 1. تمام. تاني حاجه عندي او تاني فاليو الاكس لما الاكس ايكوالز 1. يبقى انا عشان اجيب الواي بتاعتنا الاكس ايكوال 1، عشان اجيب الواي تبقى عباره عن 2 باور 1 يعني ايكوالز 2. يعني الاوردر بير الثاني خد بالك لازم ابدا بالنمبر بتاع الاكس الاول. الاكس احنا كاتبينها ب 1 والواي بتاعتها طلعت ب 2. طب نمبر 3 او الفاليو الثالثه بتاعت الاكس، الاكس ايكوال 2. فانا عشان اجيب الواي هتبقى عباره عن ايه؟ 2 باور 2 ايكوالز 4. يبقى اكتبها از اوردر بير، بكتب الاكس الاول اللي هي ب 2
والاوبزيت واي بتاعتها او الايمج بتاعتها اللي هي بكام؟ اللي هي 4. طب اخر حاجه عندي الاكس ايكوال 3. تعال نجيب الفاليو بقى. هتبقى الواي عباره عن 2 باور 3 ايكوالز كام؟ ايكوالز 8. يبقى الاوردر بير بتاعنا 3 اند 8. يبقى انا كده جبت الاوردر بيرز. طب ناقص بقى اعمل حاجه. اول حاجه اكتبها الريليشن بتاعتنا از سيت اوف اوردر بيرز. هقول له الار ايكوال، اعملها اوردر بيرز بقى اللي احنا جبناهم دول نكتبهم جنب بعض. 0 1 1 2، بعد كده 2 4، بعد كده 3 8. كده احنا كتبناها يا شباب بالاوردر بير. طب الحاجه الثانيه كان عايزها ريليشن ان تيبل 4. التيبل 4 ده صعب، ده سهل جدا مفيش منه اسهل منه. بتعمل تيبل كده خلاص، ليه 2 رو، 2 رو صفين، فوق بكتب الاكس وتحت بكتب الواي. طب في التيبل ده بعمل ايه؟ بص كده، ده نمبر الاكس كان بزيرو، تكتب الزيرو فوق وال1 تحت، بعد كده تكتب ال1 فوق وال2 هي اللي تحت، بعد كده تكتب ال2 فوق وال4 هي اللي تحت، ال3 فوق وال8 هي اللي تحت. يبقى احنا كده جبنا الانسر بتاعت نمبر 1 وكمان نمبر 2. فاضل الارو دياجرام، والارو دياجرام ده احنا كنا عاملينه، بس قبل ما نعمله هنمسح بس الجزء دوت يا شباب ونعمل ايه الارو دياجرام بتاعنا. تعالى كده دلوقتي يا شباب هنرسم الارو دياجرام، وانت عارف ان احنا كنا بنعمل 2 ريكتانجلز او 2 فين دياجرامز. بكتب هنا الاكس وبكتب هنا الواي. هنا الاليمنت اوف اكس اللي هي عباره عن 0 1 2 3، وهنا الاليمنت اوف واي اللي هي عباره عن ال1 وال2 وال4 وال8 وال16. وصل بقى. احنا مش هنوصل على اي حاجه، هنوصل على حسب الرول. هو الزيرو وصلناه بال1 تبقى الزيرو مع ال1، ال1 وصلناها بال2، وال2 مع ال4 وال3 مع ال8. ده كده اسمه الارو دايجرام. طب جميل جدا يا مستر، لسه في عايز نعمل الجرافيك. الجرافيك دوت اللي هي بنعمل الكوردينيت اللي احنا كنا خدناها في ليسون 1. بص كده، هنعمل 2 حرف ال بتاعنا، طبعا هي فروم اكس تو واي، يبقى هكتب هنا الاكس وهنا الواي. الاكس كان مديني ليها شويه نمبرز اللي هي الزيرو اهي، ادي 0 1 2 اند 3، والواي كانت 1 2 4 8 وكمان 16. ال1 كان مع الزيرو او الزيرو كان مع ال1 تبقى هنا احط بوينت. ال1 كانت مع ال2، ال2 كانت مع ال4 وال3 كانت مع الايه؟ مع ال8. يبقى احنا كده عملنا الفور واي او الاربع طرق اللي هو طلبهم، اللي هم الارو دياجرام وكمان الجرافيكال دياجرام وكمان الاوردر بير وكمان التيبل فور. طيب فاضل اخر حاجه عندي، بيقول لك ستيت ذا دومين. الدومين بتاعنا اللي هو الاكس، كل الاليمنت اوف اكس. الاكس عباره عن كام؟ عباره عن 0 1 2 3، يبقى الدومين عباره عن 0 1 2 3. طب الرينج اللي رايح له السهم ممكن اجيبه من هنا، من الارو دياجرام اللي رايح له السهم اللي هو يبقى ال1 وال2 وال4 وال8. وممكن اجيبه من الاوردر بير السكند بروجيكشن الثاني، تبقى ال1 وال2 وال4 وال8. وممكن اجيبه من التيبل 4 اللي تحت ال1 وال2 وال4 وال8. اقول له الرينج، خد بالك الرينج ده مهم جدا جدا وهنشتغل بيه بعد كده. هيبقى عباره عن كام؟ 1 و2 و4 و8. تمام، ده كده كان اول اكسرسايز. تعال نشوف اكسرسايز تاني مع بعض. هنا في الاكسرسايز ده يا شباب بيقول لي ايه؟ بيقول ان الاكس ايكوال 0 3 و6، والواي عباره عن 0 1 2 3، والار از ا ريليشن فروم اكس تو واي، وير ان الاكس ار واي مينز اكس ايكوال 3 واي. حلو، يعني انا عشان اجيب الاكس هعمل الواي ملتبلاي 3. فور افري اكس belong to x والواي belong to y write r as a set of ordered pairs and so on. تعالى بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. احنا عندنا ايه؟ عشان اجيب الاكس لازم اعمل 3 ملتبلاي واي. طب ما تيجي لما نقول لما الواي ايكوال 0 ولما الواي ايكوال 1 ولما الواي بتاعتنا ايكوال 2، انا بجهز كل النمبرز بتاعت الواي اللي انا هشتغل بيها عشان اجيب الاكس. ولما الواي ايكوال 3، تعالى بقى نجيب اول اكس. الاكس هتبقى عباره عن 3 تايمز للزيرو تطلع بزيرو. طب لو انا عايز اكتبها از سيت اوف اوردر بيرز بقى، بص هيحصل ايه؟ هقول له الار ايكوال اول اوردر بير. في ناس هتروح كاتبه 0 0، طبعا صح، بس خليك فاكر ان انا بكتب نمبر الاكس ات ذا فيرست. تبدا بنمبر الاكس الاول. طب تعالى تاني واحده، لو كانت الواي ايكوال 1 هقول له الاكس ايكوال 3 تايمز لل1 ايكوال 3. لما اجي اكتبها از سيت اوف اوردر بير ما ينفعش اقول 1 و3، لا ده انا بكتب الاكس الاول، تبقى 3 اند 1. طب لسه هنكمل تاني. لما الواي ايكوال 2 تبقى الاكس بتاعتنا عباره عن 3 ملتبلاي لل 2 تبقى ايكوال 6، تبقى كانها عباره عن كام؟ 6 اند 2. طب لما الواي ايكوال 3 تبقى الاكس عباره عن كام؟ 3 ملتبلاي 3 تبقى ايكوال كام يا شباب؟ تطلع 9. طب يعني 3 و9، هو هنا اصلا ما عنديش 9 في الاكس، فخلاص هي كده خلصت بالنسبه لي.
طب وال9 انا مش هعمل لها حاجه لانها مش موجوده. كده عملنا ايه؟ عملنا الاوردر بير. تاني حاجه state the domain and the range. الدومين احنا عارفين الدومين بتاعنا اللي هو الاكس، صح كده؟ الدومين اللي هو الاكس هيبقى عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن كل الاليمنت اوف اكس اللي هي 0 3 and 6. طب عايزني اجيب كمان الرينج، ما تنساش الرينج ايه اللي رايح له السهم او السكند بروجيكشن اللي هو الثاني اللي هو الاليمنت اوف واي. يعني هكتب 0 1 و2، 0 1 و2. يبقى عندنا 0 اهي، 0 1 اند 2. كده انا جبت الانسر بتاعت نمبر 1 ونمبر 2. طب بيقول لك ريبريزنت ذا ريليشن يوزنج ان ارو دايجرام وكمان جرافيكال دايجرام. طب دي صعبه ولا صعبه ولا حاجه؟ تعال نحلها بس نمسح البورد الاول عشان نفضي مكان. ادي الارو دايجرام. احنا هنعمل كده ايه؟ نعمل تو ريكتانجلز او الايه الفين دايجرام بتوعنا، واحد للاكس اهو، واحد تاني للواي. نكتب هنا الاليمنت اوف اكس اللي هي عباره عن 0 و3 و6، والاليمنت اوف واي اللي هي عباره عن 0 1 2 3. لما جينا وصلنا ممكن نستعين هنا بقى، الزيرو توصل مع الزيرو، وال3 توصلت مع ال1، وال6 توصلت مع ال2. طب عايزني اجيب الجرافيكال دياجرام، ما انت خلاص عارفه بقى اهو. هتعمل ايه؟ الكوردينيت بتاعتك. هنا عندك الاكس وهنا عندك الواي، هنا عندك الزيرو وهنا عندك ال3 وهنا عندك ال6. طب هي فيها 0 0 فانا خليت الزيرو كومن، وهنا هتبقى ال1 وال2 وال3. طبعا 0 اند 0 اهي، انت عارف ان احنا نحط لها البوينت بتاعتها 0 0 اهي. بعد كده 3 اند 1 اهي. بعد كده 6 اند 2 اهي. خلاص، ده السؤال بتاع الريليشن. زي ما انت شايف الموضوع سهل جدا، انت بس مجرد انك انت بتطبق في الرول اللي هو مديهولك. تعال نشوف اكسرسايز تاني مع بعض. هنا بيقول لك ايه؟ عندك الاكس عباره عن 2 و4 وال6 وال8، والواي عباره عن 2 و3 و5 و7. and the r is a relation from x to y where ان الاكس ار واي means. هنا بقى حاجه صعبه شويه، حاجه كتيره شويه. x ار واي او الاكس related with y او الريليشن between الاكس والواي means ان الاكس is greater than or equal y for every x belong to x والy belong to y. Write the relation as a set of ordered pairs. State the domain and the range. كمان represent the relation using arrow diagram وكمان graphical diagram. طب تعال نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. انا هنا ابدا اول حاجه بايه؟ هبدا بالارو دايجرام. طب ليه يا مستر؟ مش هتفرق، انت تبدا باللي انت عايز تبداه، بس انا هنا عايز اوريها لك ايه على الشكل ايه افضل يعني، تبقى اوضح. طبعا احنا هنا عندنا الاكس وهنا عندنا الواي. عندي هنا ال2 وال4 وال6 وال8، وهنا عندي ال2 وال3 وال5 وال7. طب ايه الرول بتاعنا بقى؟ الاكس جريتر ذان اور ايكوال واي. يعني ايه؟ يعني اوصلها مع اللي ايكوال ليها او الاصغر منها. يعني ايه؟ ال2 تتوصل مع ال2 عشان فيها ايكوال. طب هي ال2 ينفع تتوصل مع ال3؟ انا عندي شرطين، يا اما ايكوال يا اما مور ذان. طب دي مش مور ذان، ولا ال2 مور ذان ال5 ولا ال2 مور ذان ال7، خلاص ما تنفعش توصل. طب الفور اوصلها مع مين؟ اوصلها مع اللي ايكوال ليها واللي هي اكبر منها. طب الفور مور ذان ال2 تتوصل معاها، والفور مور ذان ال3 تتوصل معاها. كده خلاص خلصناها. طب ال6 تتوصل مع مين؟ تعالى نغير اللون عشان الالوانات تخش في بعض دلوقتي. 6 هتبقى مور ذان ال2 تتوصل معاها، وال6 مور ذان ال3 تتوصل معاها، وال6 اكبر من ال5 تتوصل معاها. طب وال8؟ ال8 دي بقى تتوصل مع كله. ليه تتوصل مع كله؟ عشان هي اكبر منها، مور ذان ال7 مور ذان ال5 مور ذان ال3 ومور ذان ال2. طب الله يا مستر ده كده كتير قوي. فعلا كتير، بس هقول لك تكتبها ازاي دلوقتي از سيت اوف اوردر بيرز. ار ايكوال. طبعا احنا وصلنا ال2 مع ال2، بعد كده وصلنا ال4 مع ال2، وال4 مع ال3، خدنا ال6 مع ال2، وال6 مع ال3، وال6 مع ال5. تمام، دخلنا على ال8. ال8 مع كله بقى، ال8 مع ال2، وال8 مع الايه مع ال3، وال8 مع ال4، وال8 مع ايه مع الايه 5، وال8 مع ال5 سوري مش 4، وال8 كمان مع ال7. خلاص كده عملنا ايه الاوردر بير، وكمان عملنا الارو دايجرام. طب عايز نعملها جرافيكلي، هقول لك الجرافيكلي، بس خلينا الاول نجيب الدومين ونجيب الرينج. الدومين يا شباب انت عارف وانا عارف ان الدومين بتاعنا هيبقى الاكس. الدومين هيبقى ايه؟ النمبرز او الاليمنت اوف اكس اللي هي تبقى عباره عن 2 و4 و6 و8. طب والرينج يا مستر؟ الرينج يا شباب ايه اللي رايح له السهم؟ اللي رايح له السهم بس كل اليمنت يتكتب مره واحده بس. يعني الرينج بتاعنا راح مين؟ راح لل2، وكمان راح لل3، وكمان راح لل5، وكمان راح لايه؟ لل7. خلاص كده انا جبت ايه في الانسر بتاعتي؟ جبت نمبر 1.
وعملت الدومين والرينج وكمان الارو دياجرام، فاضل مين؟ فاضل الجرافيك ده. يا مستر هو في الامتحان هيجيب لنا كل الحاجات دي كلها؟ لا مش هيجيبها لك اصلا، هيجيب لك الفانكشن بس، احنا بنتدرب على كل حاجه مطلوبه مننا. طب تعالى بقى نعمل الارو دياجرام كده او الجرافيكال دياجرام، بس نمسح البورد بتاعنا. اعمل ايه الكوردينيت بتاعتك هنا؟ طبعا هي فروم اكس تو واي، يبقى ادي الاكس وادي الواي. هنا هكتب ال2 وال4 وال6 وال8، وهنا هكتب ال2 وال3 وال5 وال7. بص بقى يا دكتوره، ال2 خارج منها سهم لل2 بس، يبقى حط بوينت. ال4 خارج منها سهم لل2 وخارج منها سهم لل3 تتوصل معاها. طب وال6 من ال2 وال3 وال5 كمان. طب وال8 يا مستر؟ ال8 معاهم كلهم 2 و3 و5 اند 7. طب تعالى نشوف اكسرسايز تاني مع بعض كده. طب يا مستر هنا في حاجه غريبه قوي، بيقول ان الاكس عباره عن set containing element 2 1 0 نيجاتيف 1 and the r is a relation on x. ايه ده؟ طب ما فيش واي يا مستر، فعلا ما فيش واي. طب انا لما اجي هحلها ازاي؟ هشتغل لو حبيت اعمل ارو دايجرام، بص هعمل التو سيتس، هيبقى التو سيتس عندنا يا شباب هتبقى اكس وقدامها اكس. ايه ده؟ ينفع؟ ينفع طبعا. طب هكتب ايه؟ هكتب هنا ال2 ال1 الزيرو نيجاتيف 1، وهنا ال2 وال1 والزيرو والنيجاتيف 1. طب تعالى نشوف الرول اللي احنا هنوصل بالنسبه له. بيقول لك ايه؟ الاكس از ذا اديتيف انفرس اوف ذا نمبر واي، وير ان الاكس والواي موجودين في الاكس. طب يعني ايه الاديتيف انفرس؟ ده احنا كنا خدناه قبل كده في بريب 1 يا شباب. اديتيف انفرس ان احنا بنغير الساين. لو النمبر بتاعي مثلا از اكزامبل 5، يبقى الاديتيف انفرس بتاعه نيجاتيف 5. طب لو النمبر بتاعي نيجاتيف 2، يبقى الاديتيف انفرس بتاعه بكام؟ ب 2. طب لو زيرو يا مستر، ما هو الزيرو هيفضل زيرو، عشان احنا بنعمل تشينج للساين، البوزيتيف بنخليه نيجاتيف والنيجاتيف بنخليه بوزيتيف، والزيرو ملوش ساين يفضل زيرو. معنى كده يا مستر ان احنا ايه؟ ال2 ملهاش اديتيف انفرس صح، لكن ال1 هوصله مع النيجاتيف 1، والزيرو يتوصل مع الزيرو، والنيجاتيف 1 مع ايه؟ مع ال1. طيب تعالى كده، يبقى احنا كده اول حاجه عملناها عملنا الارو دايجرام. يا مستر هو انت بتحب تعمل ارو دايجرام الاول؟ مش هتفرق، اللي انت فاهمه اعمل بيه. اعمل ارو دايجرام، اعمل اوردر ديبير، مش هتفرق بكتير، المهم تطلع الانسر صح في الاخر. طب بيقول لك رايت ار از سيت اوف اوردر ديبير، خلاص نكتب احنا الار بتاعتنا اهي از سيت اوف اوردر ديبير. بكتب كل تو اليمنت متوصلين مع بعض، ال1 وصلناه مع النيجاتيف 1، الزيرو وصلناه مع الزيرو، والنيجاتيف 1 وصلناه مع ايه؟ مع ال1. خلاص كده خلصناها. نمبر 2، ستيت ذا دومين اند رينج. الدومين يا دكتوره اللي هو النمبرز ايه؟ الاليمنت اوف اكس، اللي هي تبقى عباره عن 2 1 0 نيجاتيف 1. طب والرينج يا دكتور؟ الرينج احنا قلنا ايه اللي رايح له السهم؟ السهم اللي هو رايح مين؟ رايح لل1 والزيرو والنيجاتيف 1، يبقى 1 0 اند نيجاتيف 1. تمام. عايز نعمل ايه؟ الجرافيك دي بقى خلاص، الجرافيك دي احنا خلاص حفظناها. تعالى نمسح بس الاول اللي هو الايه، الارو دايجرام دوت، ونعمل الجرافيك لمكانه. هنعمل هنا حرف ال بتاعنا يا شباب، هنا اكس وهنا كمان اكس. هنا عندك ال2 ال1 والنيجاتيف 1 والزيرو. طب يا مستر الزيرو يكون هنا، مش هيفرق الترتيب. وهنا كمان ال2 وال1 والنيجاتيف 1 والزيرو. طب هنا احنا قلنا ايه؟ 2 مش هتتوصل مع حاجه، لكن احنا هنوصل ال1 مع النيجاتيف 1، والنيجاتيف 1 مع ال1، والزيرو هتتوصل مع ايه؟ مع الزيرو. تمام. تعال نشوف اكسرسايز تاني مع بعض. هنا بقى يا شباب الجزء الثاني، الفانكشن. ايه هي الفانكشن؟ الفانكشن اصلا ريليشن بس ليها شويه شروط. طب هي لو الفانكشن بتاعتنا فروم اكس تو واي، خد بالك بقى عشان كل حاجه هنا ليها اسم. الاكس دي اسمها دومين واحنا عارفين. طب والواي يا مستر اسمها ايه؟ اسمها كو دومين. يعني الاكس اسمها دومين والواي اسمها كو ايه؟ كو دومين. طب والرينج احنا عارفينه اللي رايح له السهم. طب هي علشان تكون فانكشن يا شباب لازم فيها شرط مهم جدا. ايه هو الشرط المهم جدا؟ ان كل اليمنت في الاكس يتوصل مع نمبر واحد بس في الواي. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني لو انا عندي كده الاكس اهو، وهنا الواي، عندك الاكس عباره عن 2 مثلا و5، وهنا 3 وال4. يعني بص كده، ال2 دي خرج منها سهم لل4، وال5 خرج منها سهم لل5. دي فانكشن ولا نوت فانكشن؟ فانكشن. ليه؟ لان انا بشتغل على الاكس ماليش دعوه بالواي. هنا ال2 خارج منها سهم واحد، وال5 خارج منها سهم واحد. طب لو انا خرجت سهم كده من ال2، تنفع تكون فانكشن؟ لا. ليه؟ عشان ال2 خرج منها سهمين، يعني ليها 2 ايمجز، ما ينفعش تكون ايه؟ فانكشن. يبقى ده اول كونديشن. اول كونديشن يا شباب ان لازم كل اليمنت يخرج منه 1 ارو. تمام. طب افرض انا لقيت مثلا
ال5 دي خارج منها ارو كده لل4 وال2 خارج منها ارو لل4. ينفع يا مستر؟ ينفع. انا ماليش دعوه بالواي، ليه دعوه بالاكس. ساعتها هيقول لي فانكشن ولا نوت فانكشن؟ هقول له فانكشن. ليه يا مستر؟ because each element of x has one image at y او one arrow to y. هيسالك على عم الدومين، هتقول له الدومين بتاعنا مين؟ الاكس. هيسالك على الكودومين، هتقول له الواي اللي هي 3 وال4 وال5. طب والرينج ايه اللي رايح له؟ السهم اللي هو الفوق. خلاص كده. طب افرض يا مستر انا لقيت في نمبر مش خارج منه سهم مثلا زي كده، ال2 ما خرجش منها سهم، يبقى نوت فانكشن. ليه؟ هقول له because the element 2 has no image to y. خلاص. طيب تعالى بقى ايه، نبدا نشوف الاكسرسايزات اللي معانا دلوقتي. question number 1 بيقول لك ايه؟ which of the following relations represents a function from x to y and if its relation is represent a function find the range. يعني بيقول لك ايه؟ مين فيهم تنفع تكون فانكشن؟ ولو فانكشن قول لي الرينج بتاعها. طب اول واحده انا كل يهمني هي فروم مين؟ اكس. كل نمبر في الاكس يخرج منه ار واحد او سهم واحد. ال1 خرج منها سهم، ال2 خرج منها سهم، وال3 خرج منها سهم، يبقى اقول له دي فانكشن خلاص. طب لما تكون فانكشن عايزنا نجيب الرينج اللي رايح له السهم. السهم رايح لل1 ورايح لل9، يبقى اقول له الرينج بتاعنا 1 وايه؟ 1 و9. طب ار2 دي فانكشن ولا نوت فانكشن؟ بص على الاكسات، كل نمبر لازم يخرج منه سهم واحد. ال1 خرج منها سهم، وال2 خرج منها سهم، وال3 خرج منها سهم، اقول له دي فانكشن. طب رينجك يا معلم؟ الرينج اللي رايح له السهم 1 و4 و9. طب تعالى ار3 هي دي نوت فانكشن. ليه؟ ال1 هنا خارج منه سهمين، اقول له نوت فانكشن. هيقول لي طب ليه؟ اقول له because the element 1 has two images at y او has two arrows to y. طيب خلاص. طبعا نوت فانكشن هو ما قاليش هات الرينج بقى، لان الرينج احنا نجيبه الفانكشن بس. طب ار4 بص ال1 خارج منه سهم وال3 خارج منها سهم. طب وال2 يا مستر ما خرجش، اقول له نوت فانكشن. ليه؟ هقول له because the element 2 has no images at y. طب تعالى نكمل الاكسرسايز اللي جاي دوت. برضه نفس الكلام يا شباب، احنا خدناها طبعا كشفنا عليها لما تكون في الارو دياجرام. طب افرض يا مستر هو جايبها لي از سيت اوف اوردر بيز. بص يا دكتوره، الاكس عباره عن ايه وبي وسي، لازم الاي تتكتب از فيرست بروجكت، والبي تتكتب في الاول مره، والسي تتكتب في الاول مره. دي معناها ان الاي خرج منه سهم، والبي خرج منها سهم، والسي خرج منها سهم. لو كل نمبر من النمبرز دي ما اتكتبش مره في الاول يبقى نوت فانكشن. طب ار1 دي فانكشن ونوت فانكشن؟ طبعا دي نوت فانكشن. ليه؟ بص كده، الاي موجوده والبي موجوده، السي مش موجوده. طب اقول له ايه؟ اقول له because the element C has no image at y. طب ار2 بص كده، الاي مكتوبه مره يبقى كده خرج منها سهم. طب البي يا مستر مكتوبه مرتين يعني خرج منها سهمين، يعني دي نوت فانكشن برضه. طب هقول له ليه؟ because the element B has two images at y. طب تعال نشوف ريليشن نمبر 3 كده. الاي موجوده اهي، والبي موجوده اهي، والسي خلاص دي فانكشن، كل واحده موجوده مره واحده بس. طب لما يجي يقول لك هات الرينج الثاني اللي هو السكند بروجيكشن، يبقى الرينج بتاعنا 2 8 and 10. طب question number 3 بيقول لك ايه؟ if x عباره عن set containing element 157 ال y containing element 2 3 6 and each of the following relation from x to y determine which relation represent a function. يعني هو جايب لك 3 relations، مين فيهم تنفع فانكشن ومين ما تنفعش فانكشن؟ طب لو كانت فانكشن يا دكتور هتقول لي الرينج بتاعك. بص كده، اللي يهمني النمبر بتاعت الاكس، ال1 يتكتب مره، وال5 تتكتب مره، وال7 تتكتب مره، او كل واحد يخرج منه سهم واحد. بص ال1 مكتوبه مره اهي، وال5 مكتوبه، وال7، يبقى دي فانكشن خلاص. طب ما انا كده لسه ما خلصتش، عايز اجيب الرينج. الرينج ايه هو يا دكتور؟ إيه اللي رايح له السهم. ايه هو الرينج؟ إيه اللي رايح له السهم. السهم خارج من ال1 رايح لل3، وخارج من ال5 رايح لل6، وخارج من ال7 رايح لل2. بس كده خلاص، يبقى ده الرينج بتاعنا. طب هنا نمبر 2 بص كده، هي الاكس فيها ال5 وال7 وال1، يعني لازم ال1 يخرج منه سهم. طب هنا اللي موجود عندي ال5 وال7 بس، يبقى ال1 مش مكتوب، اقول له نوت ايه؟ نوت فانكشن. طب نمبر 3 ارو دياجرام، بص كده ال1 خارج منه سهمين، يبقى دي اصلا نوت فانكشن. خلاص كده تمام كده يا شباب. طب تعال نشوف بقى الاكسرسايز اللي جاي معانا كده. بيقول لك ايه؟ if x is a set containing element 1 2 3 وال y equals 1 3 9 تمام، and the r is a relation from x to y where ان ال x r y equals means ان ال x equal 1 over 3، يعني ال 1 third of y. طب يعني ايه يا مستر؟ هقول لك دلوقتي. for every x belong to x وال y belong to y write r as a set of ordered pairs تمام and show that if it's a function and write its range. يعني انت هتكتب لي الار
از اوردر بير، وكمان هتقول لي الرينج بتاعها، وكمان هتقول لي فانكشن ولا مش فانكشن. تعالى بقى يا دكتور، احنا اول حاجه الرول اللي احنا هنشتغل بيه بيقول لك ان الاكس ايكوال 1 اوفر 3 واي. طب دي ممكن اجيبها ازاي يا مستر؟ هقول لك نعمل ايه. اول حاجه لما تكون الواي ايكوال 1، طب لما الواي ايكوال 1 يبقى الاكس عباره عن ايه؟ 1 اوفر 3 ملتبلاي ال1 تبقى 1 اوفر 3. هو النمبر ده موجود في الاكس؟ لا، يبقى خلاص ما ينفعش، ما ينفعنيش. طب تاني حاجه الواي لما تكون ايكوال 3، انا خدت النمبر 1 ده ما نفعش، يبقى هقول له كده الاكس بتاعتها هتبقى عباره عن 1 اوفر 3 ملتبلاي 3 تطلع بكام؟ ب 1. يعني انا دلوقتي عندي الاكس ب 1، موجود الاكس ب 1 اهو. يبقى لما اكتبها از سيت اوف اوردر بيرز هقول له الار ايكوال، اول حاجه بكتب نمبر الاكس وبعد كده نمبر الواي. نمبر الاكس هنا طلعت بكام؟ طلعت ب 1. الواي بتاعتنا بكام؟ ب 3. خلاص دي كده ايه تاني واحده. تالت واحده عندك خد بالك كده، الايه احنا خدنا نمبر 1 و3، ناخد ال 6. هقول له الايه لما الواي ايكوالز 6 يبقى الاكس بتاعتنا تبقى عباره عن ايه؟ 1 اوفر 3 ملتبلاي ال 6 تطلع ب 2. يعني هكتب كده الاكس بتاعتنا ب 2 والواي بتاعتها بكام؟ ب 6. طب انا ليه جريت هنا وكتبت؟ عشان الاكس فيها 2. تمام. طب تعالى بس ايه نكمل الجزء اللي جاي كده، نمسح بس شويه كده كلام. احنا خدنا يا شباب لحد 3، تعالى ناخد بقى لما الواي ايكوالز 9. الواي لما تكون 9 يبقى الاكس بتاعتها هتبقى عباره عن ايه؟ 1 اوفر 3 تايمز لل 9. طب دي لما اعملها في الكالك الجامده تطلع بكام؟ ب 3. طب ال 3 موجوده في الاكس، خلاص يبقى انا كده عندي 3 اند 9. طب يا مستر مفيش نمبرز ثانيه؟ جرب بقى 12 عشان نعرف اذا كانت موجوده ولا مش موجوده. هي طبعا مش موجوده. لما الواي ايكوالز 12 هتبقى عباره عن الاكس عباره عن ايه؟ 1 ثيرد اوف 12 تطلع ب 4. هي ال 4 مش موجوده. خلاص يبقى انا كده عملت ايه يا شباب؟ كتبت الريليشن بتاعتنا از سيت اوف اوردرد بيرز. طب تمام، دي كده اول حاجه. تاني حاجه بيقول لك ايه؟ show that if show that it is a function and write its ring. قول لي هي فانكشن مش فانكشن. بص كده، لازم الاليمنت اوف اكس اللي هي ال1 وال2 وال3 تظهر في الاول مره واحده. ال1 ظهر اهو، وال2 ظهرت اهي، وال3 ظهرت اهي، بقول له دي فانكشن. هو ما قاليش قول السبب، بس لو قال لك تقول السبب هقول له ايه؟ because each element of x has one image at y. طب قال لك هات الرينج. الرينج احنا عارفين بقى ايه اللي رايح له السهم، او النمبرز اللي هي مكتوبه as a second projection اللي هي 3 وال6 and 9. تبقى 3 6 and 9. وطبعا لو عايز الدومين بكتب الاليمنت اوف ايه؟ اوف اكس. تعال نكمل اكسرسايز تاني كده مع بعض. نفس الكلام برضه، هو نفس الرول. بص يا دكتور، بيقول لك الاكس سيت containing element 1 2 3 4 والواي از ايه؟ ذا سيت اوف. تعال نشوف اكسرسايز تاني مع بعض. هنا بيقول ايه؟ لو الاكس عباره عن نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 و0 1 اند 2. تمام. and ال r is a relation on x where ان ال x r y means x equals negative y. تمام. write r as a set of ordered pairs. تمام. represent r by an arrow diagram وكمان represent it graphically. does r represent function or not. اول حاجه يا شباب انا هعمل arrow diagram طالما طالب arrow diagram. بس خلينا نفهم الاول الاكس ايكوال نيجاتيف واي يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي الواي دي، مثلا الواي دي نيجاتيف 2، يبقى الاكس عباره عن نيجاتيف 2 تطلع ب 2. طب لو الواي دي مثلا ب 3 تبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 3. يعني ايه؟ يعني انا هوصل هنا ال 2 مع النيجاتيف 2 واوصل ال 3 مع النيجاتيف 3. او احنا كنا خدناها من شويه حاجه اسمها المالتيبليكيتيف انفرس. طب ما تيجي نعمل الارو دياجرام بتاعنا كده بالمره عشان نفهم احنا هنحلها ازاي. طب يا مستر احنا ما عندناش غير اكس بس، ما انت خلاص عارف بقى. هنكتب هنا اكس وهنا كمان اكس. الاكس نكتبها كلها نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2. هنا برضو النيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2. خد بالك اكس ايكوالز نيجاتيف واي معناها ان الاكس از ذا اديتيف انفرس اوف واي. طب سؤال، انا دلوقتي هنا عايز ايه؟ اجيب النيجاتيف نيجاتيف 2. نيجاتيف 2 تطلع ببوزيتيف 2. يبقى لما اجي اوصل نيجاتيف 2 اوصلها مع 2. طب نيجاتيف 1 تطلع ب 1، يبقى هوصل ال1 مع النيجاتيف 1. طب والزيرو ما بيتغيرش هيتوصل مع نفسه. ديت ال1 هتتوصل مع النيجاتيف 1 وال2 تتوصل مع النيجاتيف 2. خلاص يبقى انا كده جبت ايه؟ جبت الريليشن بتاعتنا وعملناها. ناقص اكتبها از سيت اوف اوردرد بيرز. هقول له الار ايكوال، اكتب المتوصل مع بعض اللي هي النيجاتيف 2 اند 2، النيجاتيف 1 اند 1، بعد كده الزيرو اند 0، بعد كده ال1 نيجاتيف 1، بعد كده ال2 نيجاتيف 2. خلاص انا كده عملت ايه؟ اول حاجه عملت الاوردر بير وعملت الارو دايجرام.
ريبريزنت جرافيكلي، خلاص عينينا حاضر، ده الجرافيكلي ده اسهل منه مفيش. هتعمل حرف ال بتاعك الجامد كده اهو، تمام كده. هنا هتكتب ايه؟ نيجاتيف 2، نيجاتيف 1، 0، 1، 2. يا مستر هكتب الزيرو في الاول، خد بالك احنا ما بنعملش ريبريزنت البوينت على الكوردينيت، دي فانكشن عاديه. نيجاتيف 2، نيجاتيف 1، 0، 1، 2. بص بقى يا دكتور ايه اللي هيحصل. هنعمل ايه يا شباب؟ هنحط بوينت، يعني النيجاتيف 2 وصلناها مع ال 2 تحط بوينت قدام الاثنين كده. النيجاتيف 1 وصلناها مع ال1 اهي. الزيرو وصلناها مع الزيرو اهو، تبقى هنا. ال1 مع النيجاتيف 1 تبقى هنا. ال2 مع النيجاتيف 2 تبقى هنا. خلاص كده احنا عملنا الجرافيك اللي بتاعها، بس الحته دي النوت بوينت دي زياده خلاص. طب ايه تاني يا مستر عايز نجيبه؟ بيقول لك ريبريزنت ار فانكشن اور نوت واي. حلو. هقول له دلوقتي ان الار از ا فانكشن، تعالى نكتبها بلون مختلف كده. ار از فانكشن. الله، طب ليه بقى يا مستر لازم تكتب الكلمتين دول؟ هقول له because each element of x has one image او one arrow 2x. كل نمبر من الاكس خارج منه ايه؟ سهم واحد رايح للاكس. تعال نشوف اكسرسايز تاني. هنا يا شباب بيقول لك ايه؟ بيقول لك if r is a relation on x where ال x equal 1 2 3 و 4 و 5 and ال x r y means x plus y equals 5. ده الرول بتاعنا. طيب if for every x belong to x وال y belong to y write r as a set of ordered pairs, represent the relation using arrow diagram, find the domain and the range of the relation, does the relation represent function or not y. تمام. احنا بقى يا شباب لما نيجي نحل دلوقتي هنعمل ايه؟ اول حاجه انا هعمل الاكس والاكس. طب يا مستر انا مش عايز اعمل ار دياجرام الاول. هو عايز كل تو نمبرز البلس بتاعهم 5، يعني ال1 مع ال4 وال2 مع ال3 وال3 مع ال2 وال4 مع ال1. طب وال5 مالهاش حاجه. طب يا مستر انا تهت، عشان كده بحب اعمل الارو دياجرام الاول. خلي هنا اكس وهنا كمان هتبقى في اكس، مش احنا متفقين على كده لما تكون ريليشن واحده بس او ست واحده بس؟ 1 2 3 4 اند 5. هنا 1 2 3 4 اند 5. بص بقى يا دكتور، خد اول اكس دي، كل تو نمبرز الصم بتاعهم ب 5، يبقى ال1 بلس ال4 ايكوال 5 صح، ال2 بلس 3 ايكوال 5 صح، وال3 تتوصل مع ال2 وال4 تتوصل مع ال1. طب هي ال5 بلس كام تطلع 5؟ ال5 بلس 0 وانا ما عنديش 0، يبقى انا كده جبت ايه؟ الارو دايجرام. اجيب بقى الار از سيت اوف اوردرد بيرز، هتبقى عباره عن كام؟ 1 4 2 3 3 2 بعد كده 4 1. حلو كده خلاص احنا عملنا الايه؟ الاوردرد بير والريليشن. عايز نجيب الدومين. الدومين يا دكتور هيبقى عباره عن كام؟ عباره عن الاكس كلها اللي هي ال1 وال2 وال3 وال4 وال5. وكمان بيقول لك ايه؟ and the range of the relation. الرينج بتاع الريليشن مش بتاع الفانكشن، تمام. الرينج بتاعنا برضو هو هيبقى نفس الكلام اللي رايح له السهم، هيبقى ال1 وال2 وال3 وال4. هنا بيقول لك ايه يا دكتوره؟ بيقول لك does، هل الريليشن دي ريبريزنت ا فانكشن اور نوت؟ هقول له نوت فانكشن. طب ليه مش فانكشن؟ لان احنا عندنا الفايف ما خرجش منها سهم. نوت فانكشن بيكوز ايه؟ هقول له the element 5 has no image او has no arrow to x. الاثنين صح والاثنين ايه؟ سهلين زي الفل. تعال نشوف بعد كده معانا ايه. خش بقى على الام سي كيو كويشن اللي هي الايه؟ الاسئله المالتيبل تشويس. بيقول ايه؟ if r is a relation from x to y، الاكس كولد ايه؟ احنا قلنا لو خارجه من الاكس يبقى الاكس اسمها الدومين. طب والواي يا مستر؟ اسمها الكودومين، اللي هو كويشن نمبر 2. بيقول لك if r is a relation is a function from x to y، الواي كولد ايه؟ هي من الاكس رايحه للواي تبقى الواي اسمها الكودومين. ده سيت اوف ايمجز، الايمجز دي اللي هي رايح لها السهم، يبقى دي احنا بنسميها ايه؟ الرينج. تعال نشوف اكسرسايز تاني مع بعض. هنا بيقول لك ايه يا دكتور؟ الاكس سيت containing element 1 2 5، الواي 6 7 8 6 7 9. then which of the following relation represent a function. حلو، عشان تبقى function يا دكتور انا كل اللي يهمني الاكس. لازم ال1 يتكتب مره as a first projection، وال2 تتكتب مره وال5 تتكتب مره. طب هنا ال1 مكتوب مره وال2 مكتوبه مرتين، يبقى دي نوت فانكشن خلاص ما ينفعش. طب هنا هو بادئ بال9 وال6 وال7 مع ان ال1 مكتوب مره وال2 مكتوبه مره وال5 ده غلط. ليه؟ لان لازم الاليمنت بتاعت الاكس هي تتكتب في الاول عشان هي الريليشن فروم اكس تو واي. لو قل من واي لاكس يبقى الكلام ده مظبوط. لكن انا ما ينفعش هنا ايه اختارها ايه فانكشن. طب سي ال1 موجود وال5 موجوده بس ايه؟ بس ال2 مش موجوده، يبقى الانسر بتاعتها تبقى لتر دي عشان ال1 موجود از فيرست بروجكت وال2 موجوده از فيرست بروجكت وال5 كمان از فيرست بروجكت.
طب نمبر 6 بيقول لك ايه؟ if r is a relation where ال r 17283758 عايز نجيب الرينج. الرينج يا عم الدكتور اللي رايح له السهم. السهم رايح لل7 جميل يبقى انا هكتب 7، ورايح هنا لل8 يبقى 7 و8، بس هنا رايح لل7 تتكتب مره واحده بس، وال8 تتكتب مره واحده بس، يبقى الرينج بتاعنا 7 and 8. في اكسرسايز تاني هنا بيقول لك what is the domain of the function. الدومين هو element of x اللي مكتوبه as a first projection، يعني ال1 ده في الدومين، وال2 دي في الدومين، وال4 في الدومين، وال5 في الدومين، يبقى ال1 وال2 وال4 وال5. طب لو سألك على الرينج هيبقى التاني. نمبر 8 بيقول لك ايه؟ if x عباره عن 5 7 8 والy 9 and 10 and ال r is a function. حلو، function يبقى كل نمبر في الاكس مكتوب مره واحده بس from x to y، وير ان الار عباره عن 5 و a و 9، 8 و 9، تبقى الكي دي ايكوال كام؟ بص كده، ال5 اتكتبت اهي، وال8 اتكتبت اهي، الوحيده اللي ما كتبتش ال7، يبقى المفروض الكي تطلع بكام؟ تطلع ب7. كده يا شباب احنا خلصنا الليسون بتاع النهارده. كان معاكم مستر عطيف في قناتكم جوماس، واشوفكم بخير ونتلاقى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.